برزت في الآونة الأخيرة ابتكارات جديدة قدمت حلولا عملية وفعالة، كان من ضمنها ابتكار المهندس كمال عبد الله دودة من همدان، والذي قام بابتكار حفار للآبار الارتوازية بسبب حاجة الكثير من المزارعين له في ظل ارتفاع أسعار حفارات الآبار خارجية الصنع. خطرت لي فكرة ابتكار الحفارات الصغيرة هذه مع غلاء الأسعار حق الحفارات الخارجية، لأن الأسعار يعني جنوني ما مش في متناول يد غالبية الشعب اليمني. ومع ذلك كذلك المشاكل ذي يواجهها المزارع، بنواجه آبار معطلة أحيانا بتكون تدفن، بيجينا الحفارات هذه حفرنا لهم أولا بيخلي فاصل بين المحافظات، بعدها مع الوقت بيجي يطلع واحد الغطاسة والبنبه وقد دفنت يعني وتعطلت عليها البر من مرة. فعلنا هذا الابتكار على مود يصلح الآبار. كذلك بتجي عندنا مشكلة التضعج حق المحافظات مع الانشقاقات الأرضية، تحدث عندنا انشقاقات أرضية بما بيسبب في تعطل الآبار. فعلنا كذلك لهذا الخبر. لا يحتاج الإبداع إلى موارد ضخمة، بل إلى رؤية واضحة وتصميم قوي، وقد أثبت كمال نجاح حفاره بامتياز رغم كونه يتألف من أدوات ومعدات بسيطة موجودة لديه مسبقا، ليقوم بتجميعها وتركيبها على مدى شهرين، مستخدما خبرته في حب الابتكارات والتي ورثها عن والده. بدأنا نجربه، جربنا التورن تمام، الهواء تمام، يعني عادوا ينقصنا الهواء، عادوا قل شوية. يتكون طبعا من المضخة الزراعية، من ستوباستو، من مضخة هيدروليك، من مضخة ماء. تم ابتكار الحفار هذا من قبل المهندس كمال. طبعا هذا حفار مكون من محرك زراعي، ومن تم تأليف محرك هواء للهواء، مضخة هواء، وتأليف مضخة المياه، ويتكون من محرك هيدروليك، وتم تجربته على أرض الواقع. الحمد لله التجربة ناجحة، باقي ينقص بعض الحاجات التوفيه، عادي يحتاج دعم. يعني جمعناها أولا من الحاجة المتوفرة لدينا، الحاجة الحاصلة يعني منها قطع زراعية قد استغنينا عنها، منها مواصير، منها مواصير مضخات. طبعا مش هو الابتكار الأول، معنا ابتكارات سابقة مثل السيارة الصغيرة، طقم صغير مثل يعني شيول ما قد كملناهاش. ابتكارات صغيرة يعني في مجال الزراعة. لو يتم تبني المشاريع هذه من قبل الدولة أو من قبل الجهات المختصة أو من جهات يعني رجال أعمال، يعني بمبتكرين، يعني مش احنا الوحيدين، بمبتكرين جمل في الشعب اليمني بس ينقصهم دعم. لم يكن ابتكار كمال لحفار الآبار الارتوازية هو الأول من نوعه، بل سبقه ابتكارات أخرى مثل السيارة والشيول قيد التنفيذ، لتتجسد نجاحات ابتكاراته في تقديم حلول غير تقليدية تساعد في تحسين الحياة اليومية للمزارعين والمجتمع المحلي. ولا بد من دعم المبدعين أمثال كمال للاستفادة بشكل أمثل من ابتكاراتهم القيمة.